السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الفيديو اللي عشان خاطر نوصل له عملنا سلسلة الفيديوهات اللي فاتت دي كلها، وهو موضوع دراسة المشاريع اللي أصلا الكورس بتاعنا بيتمحور عليها. الفيديو ده هيكون دردشة سريعة لطيفة كده بفتح فيها معاك كلام عشان لما نيجي نخش إن شاء الله في الفيديوهين والثلاثة الجايين اللي احنا بنتكلم فيهم على دراسة المشاريع، ونجيب كيس ستادي ونقعد نشوف بقى إيه الحاجات اللي احنا ممكن تقابلنا والعقبات اللي احنا ممكن تقابلنا ونتغلب عليها، والطرق المختلفة اللي أنا بتبعها عشان أعمل تصميم، وإزاي إن أنا بخرج تصميم شكله حلو وعرض سعر شكله جميل، وإزاي إن أنا أقدر مثلا مع الكلاينت أوصل أو أعمل أبروتشنج للكلاينت عايزه، ما أجيش يعني مثلا هو الكلاينت عايز حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية خالص. فعشان خاطر إن احنا نوصل للفيديو ده عملنا مجموعة الفيديوهات اللي فاتت دي. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو ده يكون مفيد لأي واحد بيسمعه. الفيديو ده هيكون يعني يهم مين؟ هيهم الناس اللي شغالة في دراسة المشاريع، او الناس اللي عايزه تخش في دراسه المشاريع اللي هو المكتب الفني، وهيهم مهندسين السيلز. النصيحه اللي انا عايز اقولها لك وتركز فيها كويس جدا، وزي ما بنقول كده تحطهم حلقه في ودنا، انا بعمل ايه وبعمله ليه. النقطتين دول لو انا قدرت اجاوب عليهم هخرج الاوفر بالاوبتيمم سوليوشن، هخرج حاجه هي اجمل حاجه وبتماتش مع الريكويرمنتس بتاعه الكلاينت. طب على سبيل المثال خلينا نتكلم بامثله كده تبقى بسيطه. انا عندي كلاينت عنده مثلا 20 دايره كهرباء وعايز يتحكم فيهم كلهم اون اوف، وعندي مثلا عايز يتحكم كمان في 2 تكييف سبليت من خلال اي ار، وعايز يتحكم في هيتر. فخلاص انا مثلا لو انا زي ما بنقول كده اي حد بيعمل اي حاجه، يعني لو اي حد في الدنيا بيعمل اي حاجه وخلاص وبتمشي، هيقوم عامل اللي انا هقول لك عليه ده. هيقوم رايح حاطط باور سبلاي، حاطط البانل، هيقوم حاطط السويتش اكتويتور حسب النمبر بتاعهم كام، يعني حسب النمبر بتاع السويتش اكتويتور اللي هو هيحتاجهم يعني عشان الاون اوف وعشان الهيتر يشغلوا اون اوف، يقوم حاططهم. ويقوم قال لك مثلا انا هجيب لك يا عم شاشه، او هيقول للكلاينت انا هجيب لك شاشه والشاشه دي تتحكم فيها بالمكان كله. طب خلينا نمسك الموضوع كده ونفصصه بقى واحده واحده. اول حاجه انت مثلا عندك خلاص انت حطيت الباور سبلاي وحطيت ايه لوحه الكهرباء. طيب جيت انت حطيت ال 20 اون اوف، ماشي حطيت ال 20 اوف، جيت انت قمت حاطط الهيتر كمان معاك من ضمن الاون اوف. طب الهيتر ده اصلا او السخان بيسحب تيار كام؟ اكيد يعني اكيد انت بتجيب مفتاح للسخان بيبقى 32 امبير، فطبيعي انت مش هينفع تحطه على سويتش اكتويتور هو 16 او 20 امبير. فالطريقه اللي انا هعمل بيها التحكم في التكييف هتبقى عامله قصدي في السخان هتبقى عامله ازاي؟ اكيد مش هي الاون اوف التقليديه اللي انا بعملها، ان انا اجيب الريتيرن بتاع اللايتنج او الريتيرن بتاع الاضاءه واقوم حاطه عندي على السويتش اكتويتور. السويتش اكتويتور كده كده هيتحرق وش، لان انا عندي الحاجات اللي هي الاحمال دي بتسحب تيار في البدايه عالي جدا، فطبيعي الشانل دي هتتحرق وربنا يستر على بقيه ايه الاكتويتور. طيب الغلطه كمان اللي انا هبقى وقعت فيها ان انا حاطط شاشه. هي الشاشه دي انا هتحكم فيها مين؟ هو ال 20 دايره دول مثلا عندي انا في مكان واحد عشان اوصل اقول انا حاطط 20 دايره في مكان واحد، والتكييفين دول هل يبقوا عندي في مكان واحد عشان ابقى انا حاطط شاشه واحده في مكان والشاشه دي بتتحكم في ال 20 دايره دول مع بعض؟ طب افرض مثلا المشروع اللي انا بتكلم عليه ده مشروع شقه، فخلاص فانا حاطط شاشه في الصاله عندي، تمام؟ بقيه الغرف ال 20 دايره اللي متوزعين على بقيه الغرف، طب الممرات، طب ايه؟ فمش لوجيك. فلو في مبدا ان انا اي حد بيعمل اي حاجه ما كانوش هيخترعوا الهندسه دي من الاخر. ليه؟ لان انا يعني ان انا لازم افهم الديزاين عايز ايه. انا مثلا عندي ممكن الكوريدورز دي مثلا او الممرات ممكن احط فيها ايه موشن سنسور. ليه؟ مش محتاج ان انا احط اون اوف. ليه؟ ده مكان محدش هيقعد فيه، انا اول ما همر فيه هينور، اول مش هيلاقي حد بيتحرك خلاص. طيب ايه الفرق ما بين الموشن والبريزنس؟ الموشن سنسور بالنسبه لي انا حاجه بتحس بحركه الشخص، فلو انا واقف كده وفضلت متسمر في مكاني مثلا دقيقه، الموشن سنسور مثلا خلاص مش حاسس بيا. ليه؟ لان هو بيعتمد على الحركه، بيعتمد ان هو يبعت ويفز كده وتترد له ان هو يستقبل ان في شخص بيتحرك. فانا لو فضلت واقف مكاني خلاص. طب هل انا ده ينفع احطه مثلا في التويليتس او دورات المياه؟ لو اماكن عامه هقول لك ماشي، سنسور الموشن سنسور ماشي، ليه؟ محدش هيخش يعني انما مثلا لو بيت واحد وتويليتس مثلا لماستر بيدروم ولا حاجه، فطبيعي ممكن حد يعني ممكن يقعد مثلا اكتر من دقيقتين ثلاثه، فاهم؟ فلو فكره ان انا قاعد ساكت كده والموشن سنسور طاف عليا لازم اقوم عامل بايدي كده عشان شغال النار. طيب لو انا مثلا في مكاتب غرفه اجتماعات طبيعي اكيد معظم الاشخاص قاعدين والحركه فيها خفيفه جدا، يعني السنسيتيفيتي مثلا لازم اعلي السنسيتيفيتي بتاعت الموشن سنسور عشان يلقط. طب وليه ادخل نفسي في القصه دي؟ ما انا اجيب بريزنس سنسور بيعتمد على الثيرمال راديشن
وطول ما هو حاسس ان في شخص موجود خلاص هي ايه هيفضل عامل اونلي لايتنج. تقول خلاص ما فيش شخص موجود وهو بيعتمد على الاشعاع الحراريه وبيعتمد على الثيرمال راديشن بتاعه الجسم، ما فيش حد موجود خلاص مش هيشتغل. طيب انا مثلا عندي على سبيل المثال مشروع برضو، يعني مثلا مشروع الكوميرشال، معظم المشاريع الكوميرشال بتبقى ابسط في الدراسه من المشاريع الريزيدنشال. ليه؟ لان المشاريع الريزيدنشال الكلاينت بيبقى عايز فيها يعمل افضل حاجه بافضل سعر. فانا ازاي هوصل للنقطه دي؟ هيبقى عنده مثلا عايز انا احط كيباد هنا، الكيبات دي بقى مثلا فيها اون اوف ماستر اون اوف مش عارف ايه هكذا. فانا ما ينفعش اجي اديله السوليوشن واقول له خلاص هو ده، فاهم؟ طبيعي هو لما هيجي ينفذ ودي المشكله اللي هتقابلك. انت ممكن تبيع المشروع في البدايه وتنفذ المشروع وتاخد المشروع وتعمله، بس لما تيجي تقابلك في الاخر خالص انت ما فهمتش الكلاينت انت عامل ايه وعامله ليه وازاي هتماتش اللي هو عايزه، واديته عرض السعر وخدت منه فلوس وخلاص وصدق الله العظيم على كده. ساعتها تيجي تقابل في الاخر خالص مشاكل في المشروع وان انت بقى هتضطر ان انت هتقوله طب انا هضيف كذا، طب انا هضيف كذا، طب انا هعدل كذا هكذا. راننج تايم يعني بيستهلك وقت وبيضيع وقت ملهوش اي لازمه. كان ممكن ان انت تكفر الموضوع ده من البدايه. المشاريع الكوميرشال بيبقى ليها زي ستاندر كده، مثلا حاجه زي الكوريدورز مثلا انا بقول لك عليها. الكوريدورز دي خلاص يبقى هي المبدا بتاعها موشن سنسور. حاجه زي غرف الاجتماعات بريزنت سنسور. حاجه مثلا بيبقى انا مثلا مستشفى ولا حاجه، خلاص مش هينفع كل كلاينت مثلا عنده في الكوريدور بتاعه مثلا ايه كيباد يتحكم فيه، او مش كل كلاينت، كل واحد معدي في الطرقه شاف مفتاح شكله حلو او كيباد شكلها حلو يقوم لاعب فيها. ده مش هينفع. ليه؟ يبقى عندي شاشه دي مربوطه بقى مع البي ام اس وبتتحكم فيها كمان من الاناره. فلازم انا افهم انا بعمل ايه وبعمله ليه، ساعتها هقدر اعمل افضل مشروع بافضل سعر. يعني زي ما بتقول كده انت هتبقى راضي عن نفسك لما تخرج المشروع ويتنفذ تقول انا اللي عامل المشروع ده. فلازم افهم كويس جدا انا بعمل الحاجه ايه، قصدي بعمل حاجه ايه، بعمل ايه وبعمله ليه. ساعتها هرتاح، ويعني بص هتبقى من اشطر المهندسين اللي في المجال. ان شاء الله الفيديو ده هو كان دردشه كده بس عشان اقدر اخدك ونخش بيها في الفيديوهين او الثلاثه الجايين اللي احنا هنتكلم فيهم على موضوع ان انا بدرس المشروع. ما ليه؟ لان انا ممكن ادرس المشروع بطريقه ممكن غيري يقول طب ما انا ممكن اعمل كذا، طب ما انا ممكن اعمل كذا. في حاجات مثلا في جنرال ويز مثلا كده، طرق عامه كده انا مثلا ممكن اعملها. زي مثلا انا قلت لك كوريدورز يبقى موشن سنسور، احسب المسافات ما بين الموشن سنسورز، اشوف الكفرج اريا تحتيها. مثلا عندي بريزنت سنسور هستخدمه مثلا في اماكن اللي ممكن ما يكونش فيها حركه كتير، زي مثلا الماستر بيدرومز، زي عندي مثلا غرف الاجتماعات، مثلا ممكن مثلا الحمامات. طب مثلا لو انا هستخدمه مثلا في الحمامات لازم يبقى السنسور ده الاي بي كام، بالذات لو هو الحمام ده اصلا مثلا في مكان ووشنج اريا. طب مثلا لو انا عايز اربط مثلا مروحه الشفاط مثلا في الحمام مع النظام السمارت هعملها ازاي؟ طب هل انا مثلا لما اخرج المروحه دي تفصل تلقائي مثلا لو انا رابطها ولا اسيبها شويه؟ هعمل الحاجات دي ازاي؟ الهيترز مثلا في ناس بتحب تربط الثلاجات، في ناس بتحب تعمل كل حاجه عندها مربوطه على سيستم السمارت، في ناس بتحب تدخل نظام طاقه شمسيه معاها. طب انا في طرق كتير وفي حاجات انا لو قعدنا نتكلم فيها كده الفيديو ده هيطول وانت ممكن تمل مني. فخلينا ناخدها كيس كده في فيديوهات جايه باذن الله وربنا يوفق ان شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشترك على القناه وتروح تشوف اللينكات بتاعتنا اللي هتلاقيها في الديسكربشن بوكس علشان تتابعنا على الفيسبوك والتليجرام عندنا، وان شاء الله يبقى الفيديو ده مفيد ليك. سلام.